هجهز الاول الخلطة. الرز مغسول ومتصفي، وحطيت عليه بصل ابيض وبصل احمر، اللي متوفر عندكم تقدروا ان انتوا تحطوه. حطيت كمان الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة وتوم مفروم مع شطة. معروف ان المحشي بيحب الشطة، اللي يحب يشيلها ديت حاجة اختياري. نعناع ناشف، لان ما كانش عندي نعناع اخضر فحطيت نعناع ناشف. حتى لو موجود النعناع الاخضر تقدروا ان انتوا تحطوا النعناع الناشف، بيديله طعم حلو قوي برضو مع الخلطة. زيت، وما كترتش الزيت علشان هحط سمنة في الاخر، فمش عايزة دهون كتير. صلصة، وكمية الصلصة حسب اللون بتاعها او حسب اللون الخلطة. بعد كده ما تحبوا، ممكن يكون غامقة او اللون يعني اللي تفضلوه. التوابل بتاعتنا ملح، نراعي الملح ان في حاجات تانية كمان فيها ملح، وفلفل، بابريكا، جنزبيل او زنجبيل، كبابة صيني، وكمان قرفة. هنخلط كل المكونات ديت مع الرز لحد ما يختلط حلو قوي وياخد كمان من التوابل كده. هنبتدي بقى نجهز الكرنب اللي هو يعني اساس الفيديو النهاردة. هجيب الكرنبة وابتدي ان انا اقطعها بالشكل ده. اخد التلت من الجنب من هنا وبقطعها لحد تحت، والتلت كمان من الجنب هناك الناحية التانية قصادها، ونسيب الحتة اللي في النص ديت، وابتدي اقطع ديت من النص بالشكل ده، وقصادها برضو من الناحية التانية اقطع من نفس المسافة كده. انا في النص هنا مش هقطع في النص، انا هقطع من الجنبين بالشكل ده كده. وهتشوفوا ليه انا قطعت من الجنبين لما ابتدي افرغ الورق. يعني عشان الكاميرا فبحاول ان انا ابين الصورة على قد ما اقدر. انا بقطع للاخر. الجذع من تحت يدوبك انا شلت بس جزء منه علشان خاطر اخليه متساوي على الطبق. شايفين الشكل بتاعه. الورق ده نقدر بقى ان احنا نقسمه زي ما احنا عايزين، ونقدر ان احنا نحشيه زي ما احنا عايزين. الورق اللي في الجنب هنا ببتدي ان انا افكه من اي حاجة ماسك فيها لسه. هنشوف شكله دلوقتي. الورق طالع ورق نقدر نستخدمه ما عدا الحبة اللي انا شلتهم دولت. ادي شكل الورق وادي الحجم بتاعه، يعتبر حلو قوي ويساعدنا في الحشو. الجزء ده اللي هو بيبقى العرق اللي موجود فيه، يعني كده كده احنا مش هنستخدمه لان هو ناشف، يعني ده اللي احنا كنا بنقطعه في الورق من الاول اهوت. وادي الورق اللي في النص هنا، زي ما قلنا ان احنا مش هنقطع في النص كده علشان خاطر الحتة ديت اللي فيها الراس اللي ماسكة الكرومبة نفسها. ادي كده اخدنا الورق الكبير، كمية حلوة، والمقاس برضو بتاعه حلو قوي. لو حابين ان هو ممكن يتقسم نصين برضو مفيش اي مشكلة خالص. ديت شايفين ديت الحتة اللي بيبقى ماسكة فيها الراس دي كلها اللي احنا كنا بنرميها وبنقطعها، فاحنا كده سهلنا على نفسنا خالص وابتدينا ان احنا نشيلها. الورق دهوت والحتة العين اللي بيبقى ناشف ده، بس مش دي اللي هي في الحاجات التانية اللي انا طلعتها في الاول. نقدر ان احنا نعملها مخلل، او نعملها سلطة، او نعملها شوربة كرنب، اي حاجة نقدر ان احنا نستخدمها بيها. لكن الجزء ده هيترمي اهو. الحتت اللي انا بقطعها ديت، اي حتت بقى موجودة ناشفة ديت يا اما بتخلص منها يا اما باخدها واعملها مخلل او سلطة كلوسلو. وادي شكل الكرومبة بعد ما اتقطعت. ادي الكمية كلها، سهلة جدا وبسيطة جدا.
وبرضه هسلقها بدون مية زي ما احنا متعودين. بوزعها كده في الشواية، حتى في السلق بتاعها بياخد وقت قليل، ان انا حاطة كمية مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا حاطة 3 اجزاء، مخدتش وقت كتير، غير الورقة الكبيرة ان احنا كنا بنستني ان العلق بتاعها او الجزء بتاعها اللي ناشف ده كان بياخد معانا وقت كتير في التسوية، وبياخد مساحة كمان في الآنية بتاعتنا. كده خلاص الورقة بقت مسلوقة تمام، السوا اللي احنا عايزينه، مش عايزينها اكتر من كده عشان متتهريش واحنا بنلفها. بنرفعها وبنحط مكانها جزء تاني. خلاص كده رفعت اللي اتسلق ده، كده شكلهم، هسيبهم يبردوا. دي كده بعد الكمية كلها بتاعة الكرنبة. خلاص يعني انا يدوبك عملتها على مرتين، غير الاول كنا بنقعد مدة طويلة جدا ان احنا نعمل فيها. طريقة اللف اي بقى طريقة ان احنا نحبها، ممكن بالطريقة دي كده، دي الطريقة الحديثة زي ما بيقولوا او الطريقة بتاعة الشاورما، سندوتش الشاورما اللي احنا كنا بنعمله. بالطريقة دي كده ممكن ان احنا نلفه. هعمل واحدة كمان. حجم الورقة زي ما انتوا تحبوا، اللي يحبها الكبير يحبها الصغير، تقدروا تتحكموا في حجم الورقة اللي موجودة معاكم. ممكن ان احنا نعملها سمبوسة. لو وصلتوا لهنا ولسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشرفوني بالاشتراك. نلفها بالطريقة دي كده بالشكل ده، يا اما سمبوسك، سمبوسة مش سمبوسك، سمبوسة بالشكل ده. نعمل برضو واحدة تانية. يعني تقدروا ان انتوا تنوعوا في الاشكال اللي تحبوها بالطريقة دي كده. طريقتها برضو سهلة مش صعبة، او بالطريقة المعتادة بتاعتنا السهلة الحلوة الجميلة اللي احنا متعودين عليها بايدينا. مالها ايدينا زي الفل والله، ونجيفة وجميلة وقشطة كمان صوبة زي الفل جميل جدا. هنعمل الكمية وبعد كده ارصها في الصينية بتاعتنا او في عروس الاواني. هعمل ايه هعمل السائل اللي انا هحطه عليها تسوية ديت مية سخنة، هتبلها وحطيت فيها الصلصة، وهتبلها بالملح والفلفل، كمون، حبة كمون حلوين، وبابريكا، كمان القرفة اساسي، وحبة شطة كده صغيرين، ومعاها واحدة مرقة اختياري. ممكن بدل المية ديت نحط شوربة لو موجودة، بس بصراحة ساعات المرقة بتسد وانا ما بستخدمهاش كتير، انا بستخدمها يعني كل فين وفين. والسكر علشان انا ما حطيتش كمان في الخلطة بتاعة المحشي، فهحط هنا كمية السكر كلها. ببتدي اصبها على صينية المحشي بالشكل ده، وهحط عليها طبق وهغطيها. وديت السمنة اللي كنا عملناها مع بعض، بس هي بعد ما جمدت انا موريتها لكمش، يعني انا صورت قبل ما تجمد بالشكل ده، طبعا عشان البرد اللي احنا كنا موجودين فيه فهي جامدة. بس بصراحة ريحتها روعة جميلة جدا، مرملة كمان. لو ما شفتوش الفيديو بتاعها هنزل لكم اللينك في الاي فوق. كده المحشي خلاص استوى وبقى تمام. الطبق بيعمل زي كمر ليه، وفي نفس الوقت ما بيخليهوش يرتفع او يفك خالص. هبتدي ان انا احط السمنة بالشكل ده عليها،
انا كده طفيت النار خلاص، يعني انا مش قايده النار، انا طفيت النار لان هو كان استوى، وشلت الطبق اللي موجود. فانا بوزع السمنه عليها، وهبتدي ان انا اغطيه تاني علشان ياخد من طعم السمنه. وكده ساعه التقديم. اتمنى ان هي تكون حاجه سهله ويكون فيديو مفيد ليكو. وبجد كانت تجربه حلوه قوي، ان لما عملت التقطيع ده لقيته سهل جدا عن التقطيع ورقة ورقة، وعن حتى السلق كلها. يعني انا عملت لكم قبل كده تقطيع ورقة ورقة، وعملت السلق ككرومبة كاملة. لا، الطريقة دي سهلة جدا، وسهلة جدا كمان في سلقها واللف برضو، بدل ما اقطع ورقة ورقة لا كده كده متقطع كله. فأتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وتجربوا كمان الخلطة ديت لان طعمها فعلا حلو. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليق. هستخدم في الطاجن النهاردة اللحمة الستيك. اللحمة بتكون عريضة بالشكل ده، ممكن يكون أسمك كمان، بس دي كانت كويسة علشان التسوية. ولقيت فيها كمان شرايح كانت رفيعة بالشكل ده، وكمان الدهون اللي هي موجودة مع اللحمة نفسها. هنشوف هنستخدمها ازاي. هبتدي ان انا اتبلها بملح، نراعي الملح ان المحشي فيه ملح، وكمان الصوص اللي انا هحطه هيبقى فيه ملح. فلفل، بهار، قرفة، والبابريكا. يعني توابل بسيطة من نفس التوابل اللي هي بتاعة المحشي، بحيث ان هي اللحمة تكون متبلة ويكون ليها طعم. هسيبها في التتبيلة دي شوية لحد ما ابتدي ان انا اجهز المحشي، او بالنسبة لي كان المحشي جاهز، فهناخد التتبيلة دي لمدة ربع ساعة او نص ساعة بالكتير. وكمان عشان هي رفيعة فمش هتحتاج وقت كتير في التتبيل. بصل مقطع شرايح بالشكل ده او دواير بالشكل ده، ومش متبلاه. هكتفي بالتتبيله اللي هي موجوده في اللحمه والمحشي. ابتدي اجهز الطاجن، وهوزع البصل على الطاجن كده من تحت. اللي يحب يحط اي خضار تاني ممكن، شرايح طماطم، شرايح فلفل، شرايح جزر، ديت حاجه راجعه لكم، بس انا اكتفيت بالبصل ان هو بيبقى طعمه حلو قوي مع اللحمه. برص عليه شرايح اللحمه السميكه من تحت. زي ما انا قلت، اللي يحب يكون اللحمه اسمك من كده مفيش مشكله، على اساس ان هو بياخد مده في الفرن او ياخد مده في السوا، فاللحمه هتستوي. بعد كده بوزع عليه المحشي. المحشي انا ما عملتش الخلطه، لان دي كانت نفس الخلطه اللي انا عملتها في الفيديو بتاع تقطيع الكرنب، فمرضتش اطول الفيديو احطها تاني، فقلت اكتفي بكده. واللي ما شافش الفيديو ده هنزل اللينك بتاعه في الاي فوق، يشوف الخلطة ونفس الوقت يشوف تقطيع الكرنب كان ازاي. عملت طبقتين من شرايح المحشي او صوابع المحشي، وبعد كده حطيت الطبقات اللي هي رفيعة او الشرايح اللي هي رفيعة ومع الدهنة. اللي يحب ان هو يشيل الدهنة ديت مفيش مشكلة، بس انا مش هحط اي دهون خلاص تانية، فهي ديت الدهن اللي هي ديت اللي هتديها طعم شوية او تديها دسامة شوية. بعد كده برص طبقات المحشي من جديد لحد الطاجن ما يبتدي ان هو ياخد. هو اخد مني طبقتين من تحت وطبقتين كمان من فوق، وهعمله زي الطاجن اللي انا كنت عملته قبل كده في الفرن، بس مش هحط له لبن. وبرضو اللي ما شافش الفيديو ده هحط له اللينك بتاعه في الاي فوق. جيب المية السخنة، ممكن بدلها شوربة، واحط فيها الصلصة. الشوربة ممكن تبقى تقيلة شوية على اساس ان هي فيها لحمة وهتنزل الدسم بتاعها، فانا اكتفيت ان انا اعملها المرة دي بالمية، حتى محطيتش فيها مرقة. وحطيت سكر ويدوبك حاجة بسيطة بس ملح وشطة وقرفة، توابل بسيطة جدا بس علشان تتبل الصوص مش اكتر. وابتدي ان انا اوزعها على طاجن المحشي.
واغطيه حلو قوي بالصوص ده، علشان انا زي الطاجن اللي فات هدخله الفرن واسيبه. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشرفوني بالاشتراك. وهعمل برضو ورقة زبدة وتانيها كده من النص، وهغطيها حلو قوي علشان يعمل كمر للطاجن. واحط الغطا بتاع الآنية علشان يحكم عليه كمان، وفي نفس الوقت الورقة ما تتحرقش بتاعت الزبدة. وعشان الأطراف ديت ما تتحرقش معايا في الفرن، بدخلها بالشكل ده، منها تبقى محكمة الغلق برضو على الطاجن، وفي نفس الوقت ما تتحرقش خالص في الفرن. وادخلها في الفرن في الأول على درجة حرارة عالية لحد ما يبتدي ان هو يغلي. بعد كده اوطي عليه النار لحد درجة 200. اول ما يبتدي ان هو يغلي واسيبه خالص براحته بالشكل ده لحد ما يستوي. كده بعد ما خرجته من الفرن، شكله بصراحة ما شاء الله، والريحة بتاعته كانت حلوة قوي. ويجي كمان استوى. ريحة اللحمة كمان وهي بتستوي في الفرن كانت عاملة زي المشوية. ده كده شكلها بعد ما قلبته. اللحمة كمان مستوية حلو، اخدت راحتها قوي في السوا في الفرن. بقى دي شرايح البصل. صراحة طاجن يستاهل ان هو يتجرب. اتمنى ان هو يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي رايكم في الفرخة. مغسولة حلوة قوي ومتنضفة ونشيل منها اي زفارة من جوه ومن بره. وهبتدي في الاول اجهز التتبيلة علشان اسيب فيها الفرخة لحد ما اجهز المحشي. ديت مية بصل، والبصل نفسه انا هحطه مع التتبيلة بتاعة المحشي، وعصير طماطم وتوم مفروم، حاجة بسيطة مش كتير، ودبس رمان. الدبس قبل كده استخدمته في المحشي وكان طعمه حلو، فمش هيغير من طعم المحشي خالص. فابتدي ان انا اتبله بملح، فلفل، بهارات مشكلة، قرفة، بابريكا مدخنة او عادية. انا هنا حطيت مدخنة وفي المحشي حطيت عادية، وجنزبيل او زنجبيل، وشطة. والشطة ديت اختياري، بس بما ان احنا هنعمل محشي فلازم المحشي يكون مشطشط، فممكن ان احنا نحط كمان مع الفرخة. فابتدي اقلبه حلو قوي واحط فيها الفرخة واغطيها حلوة قوي بالتتبيلة ديت من كل الجهات، وكمان من جوه ما انسوهاش. لازم ان انا اغطيها من جوه وكمان من تحت الجلد. ابتدي ان انا اتبلها علشان تبقى متبلة حلوة قوي، واسيبها في التتبيلة ديت فترة تجهيز المحشي من اوله لاخره. يعني هتقعد فترة ممكن ساعة ونص او ساعتين في التتبيلة ديت. بغطيها بغطا الفاكسي. بعد كده بحطها في التلاجة لحد ما ابتدي اجهز المحشي واخلصه. علشان كنت عامله المحشي معاكم قبل كده باكتر من طريقه، فهنزل لكم اللينكات بتاعهم في الاي فوق. وانا هنا يا دوبك بس جهزته، وهبتدي ان انا ارصه بس في عروس الاواني مع الفرخ. في الاول بحط شرايح من البصل، وديت هحطها بس تحت الفرخه، انا مش هحطها تحت المحشي كله. اوزع الشرايح، بعد كده بحط عليها الفرخه. اللي يحب يعمل الحركة ديت هتعجبه بصراحة. انا حطيت هنا المحشي اللي كان حجمه صغير جوه الفرخة، واللي ما يحبش ممكن ان هو يكتفي ان هو يحطها بس في وسط المحشي. انا حطيت هنا الكمية بس ما كانتش كتير، انا سبت فراغ فيها علشان المحشي فيها يستوي وياخد راحته في السوا. وابتدي ان انا اكتفها. وعلشان المحشي من جوه يستوي هحط فيها التتبيلة بتاعة الفرخة، بتبقى واخدة من طعم الفرخة وبتبقى واخدة كل التوابل بتاعة المحشي، فكده كده منها فيها.
وهحط باقي التتبيلة على الفرخة من فوق علشان لما تستوي الفرخة تديها برضو اللون الحلو. الفرخة كانت معصلجة بصراحة، مكانتش راضية تتكتف، بس برضو اتكتفت في الاخر. كده خلاص بقت جاهزة معانا. هبتدي اوزع المحشي حواليها. انا مرضتش ان انا احط المحشي تحت الفرخة، علشان الفرخة هتبقى تقيلة على الصوابع اللي تحتيها، فعشان الصوابع المحشي نفسها تاخد راحتها في السوا، فابتدي اوزعها بالشكل ده كده، واسيب فراغات ما بين المحشي وبعضه علشان برضو ياخد راحته في السوا. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناة، ياريت تشرفوني بالاشتراك وتدعموني بلايك. الصوص او السائل اللي انا هحطه على المحشي انا كنا عاملاه قبل كده، ده العادي خالص، ميه سخنه ومعاها الصلصه والتوابل، هي نفس توابل الفرخه ونفس توابل المحشي. اللي يحب يحط شوربه مفيش مشكله، بس انا حسيت ان الشوربه مع الفرخه نفسها هتبقى كتير جدا، لان الفرخه هتنزل الدسم بتاعها وهتنزل الشوربه بتاعتها، فمش محتاجه ان انا احط لها شوربه تانية. بس ديت برضو حاجه اختياري ليكم. ابتدي ان انا انضفها من اي حاجة موجودة فوق علشان ما تتحرقش معنا في الفرن. في طريقتين للتسوية، يا اما تسووها في الفرن 3/4 سوا وهي متغطية بالشكل ده كده، وبعد كده بتشيلوا الغطا علشان خاطر الفرخة من فوق ان هي تحمر، او ممكن ان انتوا تحطوها على البوتاجاز من فوق برضو 3/4 سوا وتدخلوها من غير غطا الفرن، وبعد كده تسيبوها لحد الفرخة ما تحمر وتستوي معانا. كده شكلها بعد ما اتشوت، وده اللون بتاعها. الكاميرا بصراحة ظلماها لان كان لونها خطير جدا. وادي المحشي كمان مستوي حلو، الفرخة استوت حلوة قوي. التوابل بتاعتها لذيذة جدا وسهلة جدا. ممكن ان احنا نعمل التوابل ديت لوحديها لو احنا عايزين نشوي الفرخة لوحديها مع رز او مع مكرونة، بس هنا هوت قلت نغير ونعمل الاتنين مع بعض. عملناهم الاتنين في آنية واحدة، ما بهدلناش حاجات كتيرة، واحدة اواني للشوي الفراخ وحاجة تانية للمحشي، لا الاتنين استسهلنا وحطيناهم الاتنين في وقت واحد، الاتنين اخدوا سوا واحد، ريحنا نفسنا ان احنا نتابع حاجتين مع بعض. الاتنين اخدوا السوا في وقت واحد. الفرخة ما كانتش كبيرة قوي، فالتسوية بتاعتها كانت حلوة، مستوية كويس من جوه ومن بره، حتى المحشي اللي جوه زي ما احنا هنشوفه دلوقتي. شايفين مستوية حلوة قوي، تتفتح بسهولة. اللحم بتاعها ابيض من جوه ونجيف، مفيهوش اي دم او اي تكتلات موجودة. المحشي كمان اهوت مستوي، دخل في الشوكة لوحده بسلاسة. واخد كمان من طعم التتبيلة وطعم الفراخ، فبصراحة كان طعمهم لذيذ جدا. شايفين كل القطع بتاعة الفراخ بتتفك لوحدها، وهي كانت سخنة جدا جدا. وده كده شكلها وطريقتها. بصراحة بجد كانت ريحتها حلوة قوي، طعمها جميل جدا. كنت اتمنى ان انتوا تشموا الريحة بتاعتها. واتمنى ان الفيديو يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وبالهنا والشفا.